لو انت لسه بتدور على طريقة تكسب منها فلوس من غير ما تدفع ولا جنيه، فالفيديو ده معمول علشانك. انا النهاردة جاي اقولك على 6 مشاريع مربحة جدا تقدر تبدأ بيهم في 2025، وكلهم ينفعوا للمبتدئين من غير رأس مال خالص. يلا بينا نبدأ ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تغير بيها حياتك ان شاء الله. المشروع الاول: العمل الحر على الانترنت. اول حاجة معانا وهي الشغل الحر او الفريلانسنج، وده انت بتقدم خدمتك على مواقع زي مستقبل او خمسات او فايفر او اب وورك. الاربع مواقع دول، يعني لو بتعرف تكتب او تصمم صور او تعمل مونتاج او حتى تترجم، كل ده انت ممكن تبدأ بيه فورا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه. وكل اللي انت محتاجه انك تعمل بروفايل كويس وتعرض شغلك، ومع الوقت العملاء هيجوا لك وان شاء الله الشغل هيكون ماشي معاك تمام في المستقبل. تمام. دلوقتي بص البروفايل، يعني دلوقتي البروفايل ده انا لما افتح على الصفحة بتاعتك لازم الاقي زي نظام ملف او صورة انت مصممها، او مقالات لو انت بتكتب او كده. الصورة دي او المقال ده بيعبر على ان شغلك، حاجة تعبر عن شغلك وحلاوة شغلك، ان كان بالتصميم الصور، ان كان بالكتابة، ان كان بالتصميم، ان كان باي شيء حرفيا. تمام كده. فلازم ضروري انه صفحتك يكون فيها بروفايل احترافي، علشان من خلال البروفايل انا هقدر ادخل لك. اما المشروع التاني: ادارة صفحات السوشيال ميديا. في شركات وصفحات كتير محتاجة حد يدير لهم الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك او انستجرام او فيسبوك او يوتيوب. هيمسكها ويعمل بيها ايه الصفحات دي؟ هترد على التعليقات. يعني انت لو حابب تكون شخص بتدير صفحات السوشيال ميديا، لازم تكون انت شخص خبير في الرد على التعليقات، عندك القدرة في الرد على التعليقات، تنزل محتوى. ولو عندك خبرة بسيطة في السوشيال ميديا، انت ممكن تقدر تبدأ وتعرض الخدمة دي على معارفك او حتى اونلاين، وتاخد مقابل شهري محترم قوي. اما المشروع الثالث: بيع المنتجات اونلاين بدون تخزين. الموضوع ابسط مما يتخيل، انك انت تبيع منتجات من غير ما يكون عندك لا مخزن ولا بضائع، وبتعرض المنتج على صفحتك او متجرك الالكتروني وبس كده. ولما العميل يطلبه المورد بيبعت له على طول، وانت بس الوسيط بتاع الموضوع ده، وبتاخد ربحك من فوق السعر وخلاص كده. ايه رأيك؟ والحاجة دي بتتسمى بالدروب شوبينج، الدروب شوبينج. اما المشروع الرابع: صناعة المحتوى. لو عندك موبايل او كاميرا كويسة او حتى كاميرا الموبايل بس، انت ممكن تعمل فيديوهات على يوتيوب او تيك توك او حتى فيديوهات على الفيسبوك. انا عايزك تختار مجال انت بتحبه وتنزل عنه محتوى باستمرار، ومع الوقت المشاهدات هتكبر وهتعلى وهتكسب من الاعلانات والرعايات وكل حاجة. وحابة اقول لك لو انت شغال في محتوى او في شغلانة عفوا زي حداد نجار، انت ممكن تنزل وتصور وتنزل، تصور وتنزل، ومع الوقت المشروع هيكبر والقناة هتكبر وهتدخل منها دخل محترم جدا. اما فكرة المشروع الخامس وهي التعلم اونلاين. لو بتعرف حاجة كويسة زي لغة برمجة، رسم، اي مهارة، انت ممكن تبدأ وتدي كورسات اونلاين. انت ممكن تعمل جروب مدفوع على الفيسبوك او تبيع الجروب او عفوا الكورس على منصات زي اب وورك وغيره. اما فكرة المشروع السادس وهي اعادة بيع الخدمات، ودي فكرة ذكية جدا. انت بتشتري خدمة بسعر قليل وتبيعها لعميل على سعر اكبر. ده مثال: انت ممكن تلاقي مصمم بيعمل لوجو ب5 دولار وتبيعه للعميل ب50 دولار او ب20 دولار وبتاخد فوق السعر. دلوقتي دي ازاي هتكون؟ دلوقتي انا محتاج شعار وليكن لمنصة رمز الفكرة، عايزين نجدده. انا هكلم ناس واقول لهم انا عايز شعار 1 2 3 ويكون منسق وجاي كده وكده وكده. هم هيقوموا عاملين ايه؟ هم هيقوموا جايين عليا ويقولوا هيصمموا صورة، هيقولوا للشخص يصمم لنا صورة، والتصميم اللي هو صممه ده يكون شخص بيصممها ب5 دولار، هم يبيعوها لي بكام؟ ب20 دولار وياخدوا الفرق بالسعر. بس كده. هو يكون متفق مع داك على 5 دولار 10 دولار حق التصميم، ويتفق معانا هنا على 30 40 دولار حسب التصميم. هو انا هحول له فلوس، هو يبعت المبلغ بتاعه ياخده، ويبعت المبلغ ال5 دولار للشخص ده. فهمته؟ فهو بياخد فوق المبلغ. والمشاريع اللي زي كده والله بتكون حاجة حلوة جدا، وانا بهنئك وبشجعك انك تبدأ حاجة زي كده. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا عايزك تجاوبني وتقول لي دلوقتي على السؤال: ايه هي فكرة المشروع اللي شدت انتباهك؟ وعايزك تعمل بقى اللايك وتشترك في القناة، وتذكر ان منصة رمز الفكرة المنصة اللي بتجمع بين الابداع وتطوير ذات نجاح مالي. انا ابراهيم شفيق ودي منصتي رمز الفكرة. اشترك واعمل مشروع بقى.
ما تفضلش تتابع في فيديوهات واعمل مشروع، اختار لك فكره من الست مشاريع دول. انا برايي الشخصي اداره حسابات السوشيال ميديا، لان الشات جي بي تي ما عادش بيسيب حد في حاله، انت ممكن تساله سؤال ويرد عليك. اشترك وما تنساش تبدا فكره مشروع حالا.